عاجل. شهد لحظة وصول المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفي رونر إلى الكوت ديفوار لتشجيع المنتخب، وهذا أول تصريح له عن المنتخب يفرح كل المغاربة. يستعد المنتخب المغربي حاليا لمواجهة منتخب زامبيا يوم الأربعاء المقبل في كأس إفريقيا 2023 المقام في الكوت ديفوار، ويسعى أسود الأطلس إلى الاستمرار في أدائهم المتميز بعد الفوز على تنزانيا والتعادل مع الكونغو الديمقراطية، وهدفهم هو احتلال صدارة المجموعة والمنافسة على اللقب الذي غاب عنهم منذ عام 1976، حيث تنتظر الجماهير المغربية من المنتخب تقديم إنجاز أكبر من الإنجاز التاريخي في كأس العالم قطر 2022 بالوصول إلى المركز الرابع. وتفاجأت وفرحت كل الجماهير المغربية قبل قليل لحظة وصول المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفي رونر إلى الكوت ديفوار لتشجيع ومشاهدة مباريات المنتخب المغربي خلال هذه النسخة من كأس إفريقيا، حيث وصل هيرفي رونر عشية اليوم إلى مطار مدينة سان بيدرو الإيفوارية، حيث تتواجد بعثة المنتخب هناك. وقال في تصريحه الأول فور وصوله: أنا جئت اليوم هنا إلى الكوت ديفوار لتشجيع ومشاهدة مباريات المنتخب المغربي لأنني معجب بهذا المنتخب كثيرا، وسوف أشجعه كما شجعته في مونديال قطر، وسأكون حاضرا مع المدرب وليد الركراكي خلال التدريبات المقبلة، وأنا متأكد أن المنتخب المغربي سيصنع المفاجأة خلال هذه النسخة من كأس إفريقيا ويحقق إنجازا كبيرا كان يحلم به المغاربة منذ فترة طويلة، وهذا ما أفرح وأسعد كل الجماهير المغربية.